النهارده بقى هنعمل حلوى سهلة وسريعة ولذيذة كده جنب كوباية شاي بقى الصبح كده طعمها في منتهى الجمال، سهلة وهتعمليها دفعة واحدة ومش هتاخد منِّك لا وقت ولا مجهود، اعملوا لايك وشير ويالّا بينا على الطريقة والمقادير. بسم الله، أول حاجة معايا كده نُص كوباية من السكر، بيضتين، طبعًا طالما في بيض يبقى على طول رشة من الفانيليا، وهنضرب الكلام ده كله كويس جدًا مع بعضه كده لحد ما اللون بتاعه يفتح معايا ويبقى بالشكل ده. هاضيف بعد كده نُص كوباية من الزيت وربع كوباية من السمنة، تمام كده؟ ونقلِّب بقى كويس جدًا تاني كده بالمضرب، بعد كده بنضيف معلقتين كبار من الكاكاو ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. ونخلط بقى الكلام ده كله كويس جدًا مع بعضه بالشكل ده، آخر حاجة باضيفها الدقيق ومعايا كوبايتين ونُص من الدقيق، هاضيف أول كوبايتين وابتدي أقلِّب كده، طبعًا اتفقنا إن البسكوتات مش بتتعجن خالص، إحنا يا دوب بنلمّها كده بالمعلقة زي ما أنتم شايفين، لحد ما القوام يبقى معايا بالشكل ده، باضيف بقى النُص كوباية الأخيرة وابتدي برضه إيه، ألِم العجينة بالشكل ده، لحد ما أكوِّن عجينة طرية كده مش بتلزّق في إيدينا. معايا بقى الصينية بتاعتي دي مقاس 25 في 25 دهنتها بالسمنة كويس، وبدأت أنزل بالخليط بتاعي بالشكل ده، وأفرده بكل سهولة في الصينية، وأدخله الفرن بقى على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، تمام كده؟ بعد بقى ما بيخرج من الفرن باسيبه يهدى كده، وسيّحت حوالي كده إيه نُص باكيت من الشوكولاتة الخام، وبدأت أنزل عليها بنُص كوباية كده من السوداني المجروش أو أي مكسرات عندِك، وبعد ما بردت معايا بالشكل ده نزلت عليها بقى بالشوكولاتة اللي أنا سيّحتها. وحطيت عليها السوداني وبدأت أفردها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هاسيبها بقى تشد وتنشف، لإن أنا ما زوّدتش حاجة على الشوكولاتة عشان تنشف معايا بسرعة. بعد ما نشفت بقى بالشكل ده أجيب سكينة وابتدي أقطّعها، قطّعيها بقى بالطريقة اللي تعجبِك، حابة تقطّعيها مربعات أو مستطيل كده براحتك، أنا حبيت إن أنا أقطّعها مربعات كده عشان تبقى سهلة كده لمّا أحطها في طبق جنب كوباية شاي، سهلة وخفيفة في إيديكِ كده. بُصّوا بقى الجمال، شكلها خطير جدًا وطعمها بجد في حتة تانية خالص. اعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا وبس كده.